رسميا النادي الاهلي يعلنها، اللي عاوز ياخد وسام يدفع لنا 10 مليون دولار، اقل من كده وسام مكمل معانا. بص يا جماعة، النادي الاهلي قلبه جامد جدا في استمرار وسام ابو علي لسبب وحيد، وهو اكتمال قائمة الاجانب الخمسة الكبار. لان الاهلي لو وافق على بيع وسام ابو علي، النادي الاهلي يا اما هيكون قدامه ويجيب مهاجم فلسطيني ولكن نجاحه مش هيكون مضمون زي وسام كده. وسام يعتبر فلتة في الصفقات، كل كام سنة لما الاهلي يجيب مهاجم وينجح كده زي وسام ابو علي، فالاهلي لو جاب مهاجم فلسطيني تاني مكانه وارد ينجح وارد لا. هنقول مثلا الاهلي يجيب مهاجم اجنبي تحت السن، برضو وارد ينجح وارد لا. الحالة الوحيدة اللي تخلي الاهلي يضمن انه يجيب مهاجم يكون مضمون، لازم يكون مهاجم اجنبي فوق السن، مهاجم كبير له اسم صاحب خبرات، فبالتالي مفيش مكان في قائمة الاجانب. فالاهلي مثلا هيضطر انه يخرج اشرف داري او جراديشار، فبالتالي الازمة بتاعت الاجانب دي مخلية النادي الاهلي قلبه جامد في التمسك بوسام ابو علي. وكمان النادي الاهلي مش هيعامل وسام بشكل سيء ولا حاجه، يعني مفيش حاجه اسمها مثلا يقول له يا اما يدفعوا 10 مليون دولار اي نادي وتتباع، لا مفيش الكلام ده. الاهلي هيقول لوسام انت اهم لاعب دلوقتي داخل الفريق، نفس الكلام يعني اللي بيتقال من اي اداره لاي لاعب عند المفاوضات على البقاء والتجديد والتمديد وتعديل عقده، وهيتم ترضيته ماليا بشكل جيد للغايه.